مساء الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في برنامجكم اضواء على واقعنا ومشكلاته. النهارده في حلقه البرنامج هنتكلم عن موضوع مهم جدا، مشكله خطيره تفاقمت في الاونه الاخيره وخاصه في العامين الماضيين، مشكله الزواج العرفي. الزواج العرفي اصبح يهدد المجتمع، وخاصه لما نعرف ان الاحصائيات اللي ذكرت عن الزواج العرفي بتقول ان عدد حالات الزواج العرفي في مصر وصلت الى 400 حالة سنويا، وتفاقمت هذه الأعداد ووصلت إلى درجة كبيرة في الجامعات المصرية وبين طلبة وطالبات المدارس الثانوية. ما هي أسبابها؟ ما هي تداعياتها؟ ما هي الطرق التي يمكننا أن نحل بها هذه المشكلة التي كادت أن تعصف بالمجتمع المصري؟ المجتمع المصري الذي كان متماسكا وكان مترابطا ولم يعرف هذه الأشياء من قبل. لماذا أصبح حالنا على ما نحن عليه اليوم من تردي ووقوع في مشاكل اجتماعية باتت تهدد كيان المجتمع؟ الزواج العرفي. الزواج العرفي لو أننا ألقينا نظرة سريعة على القانون المصري وما قام به المجتمع القانون المصري من توثيق، وذلك في عام 1931، لعرفنا أن المجتمع المصري باتت تهدده هذه الأخلاقيات الفاسدة التي لا نعلم من أين جاءت إلينا. القانون المصري 1931 نص على توثيق العقود رسميا حتى لا نقع في هذه المهازل التي تحدث حاليا. لابد وأن يتخذ المسؤولون قرارا حاسما في شأن هذه الأمور، إما من الناحية الرسمية القانونية وإما من الناحية الإعلامية رسميا. فالإعلام يهدد الأخلاقيات، أصبح الإعلام يدخل البيوت بصورة نرفضها جميعا. لماذا أصبحت هذه الأخلاقيات المنتشرة في المجتمع هي السائدة؟ المشكلة لو أننا نظرنا إليها بعمق وحاولنا أن ننظر إلى ما ترمي إليه هذه المشكلة لعلمنا خطورة هذه المشكلة. فحجم المشكلة يتمثل في أنه يوجد 130 ألف طفل مجهول النسب. ما مصير هؤلاء الأطفال؟ هل يتجه هؤلاء الأطفال إلى ارتكاب الجرائم؟ هل يتجه هؤلاء الأطفال إلى الإرهاب؟ هل يتجه هؤلاء الأطفال إلى التخريب؟ لا نعلم مصائر هؤلاء الأطفال الذين أتى بهم الزواج العرفي. الزواج العرفي مشكلة يجب أن ينظر فيها كل مصري، يجب أن ينظر فيها كل مسؤول بعين الاعتبار، كل على قدر مسؤوليته. وأقولها بكل صراحة، الزواج العرفي يهدد المجتمع المصري. فالأرقام والإحصائيات التي كنا نظن أنها هشة أرقام مخيفة، أرقام مرعبة، والقصص التي تروى قصص بشعة وقصص لا يمكننا أن نتصور أن تكون تحدث في المجتمع المصري. فإحدى القصص ترويها صاحبتها وتقول بأنها تزوجت من شاب، وهذا الشاب بمجرد أن تم بينهم الزواج انفصل عنها وتركها. لا هي تقدر على الزواج من الخطيب المتقدم لها ويحمل كل الصفات التي ترضاها كل فتاة، في حين أن الزواج العرفي أصبح مشكلة بالنسبة لها. ففي أحشائها جنين، كيف يمكنها أن تتصرف؟ هل تقوم بإجهاض هذا الجنين؟ وفي نفس الوقت كيف يمكنها أن تثبت أنها فتاة عذراء؟ هذه كلها مشكلات نطرحها للتساؤل، ويجب أن نأخذ فيها قرارا حاسما. قال رئيس لجنة الفتوى الأسبق الشيخ عطية صقر بأن الزواج العرفي هو عبارة عن زواج ولكنه زواج غير موثق، أي زواج باطل، كزواج المتعة وزواج المسيار وزواج الدم وزواج الهبة. كل هذه الأمور دخيلة على المجتمع المصري، واردة علينا، ويجب أن ننظر في أخلاقيات الإعلام، ويجب أن نتخذ خطوة حاسمة مع الكثير من المؤسسات المصرية، منها التعليم الخرب.
منها الإعلام المترهل، منها الكثير من الأشياء التي أصبحنا نراها على شاشات التلفاز، الصورة التي لم نعد ننظر إليها نظرة احترام، الكثير من البرامج التي تأتي لنا لا يعني بأشياء غريبة جدا. يعني لا أتصور أن يكون المصريين يحملون في داخلهم كل هذا التردي الأخلاقي، فنحن نقلد، فنحن يعني نسير وراء هؤلاء بشكل غريب. تحضرني قصة في ودائما هذه القصة تحرك كياني. هذه القصة ترمي إلى التربية وترمي إلى الأمور التي نراها في حياتنا اليومية، متمثلة هذه الأمور في الأطفال الشوارع، متمثلة في التردي الأخلاقي. هذه القصة تقول بأن شاب عرض أمام القضاء وحكم عليه بالإعدام، وطلب منه ماذا تريد قبل أن تشنق، فقال أريد أن أرى والدتي، فأتوا له بأمه، وجاءت أمه فطلب منها أن يقبلها في لسانها، فبالفعل قبلها في لسانها، ولم يكن تقبيلا وإنما كان قطعا للسانها. فبعدما هدأت الأمور سألوه لماذا فعلت هذا؟ قال لأن أمي هي اللي علمتني وصلتني لحبل المشنق، سرقت بيضة فطبطبت علي وقالت لي برافو يا ابني. إذن التربية هي العامل المهم في الأسرة. غاب الأب وأصبحت لقمة العيش هي الشغل الشاغل له، وانشغلت الأم بالعمل في المنزل وانشغلت بأشغال أخرى. أين دور الأم؟ أين دور الأب الذي كان يحنو على أبنائه؟ دور الأب الحكيم الذي يرشد الأبناء، دور الأب المراقب، دور الأم التي نراها تقوم بدور عظيم وهي مدرسة، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فيجب أن نعيد النظر في الكثير من المسلمات التي نراها في المجتمع المصري. الزواج العرفي ناقوس خطر، يجب أن نقوم بحل هذه المشكلة. وأنا أطالب المسؤولين بأن يأخذوا جانبا كبيرا من هذه القضية بالاهتمام والتريث والتمهل في حلها. الحل يا جماعة، الحل إيه؟ الحل إن احنا لازم نعمل كنترول على الإعلام أداة تشكل العقول. الإعلام هو الذي أدى إلى ظهور هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المصري. وأنا أقول وأعيد: لماذا ظهر هذا القانون 1931 بتوثيق العقود؟ لأن الذمم أصبحت خاربة، لأن الذمم أصبحت لم تعد كما كانت من قبل. كان هناك اتفاق وأعراف بين الناس، من يتزوج بدون عقد رسمي إذا ما أراد شيئا فلا شك أنه سوف يحصل عليه بدعوى قضائية. أما الآن فالقانون المصري يقول بأنه لا تسمع دعوى الزوجة إلا إذا كانت لديها وثيقة رسمية. في أي مكان تذهب الزوجة، أي مكان، الضحية في هذا الأمر هو الزوجة هي التي يصيبها الضرر. فمن الممكن أن نخلق جيلا مشتتا، نخلق جيلا مليئا بالاضطرابات النفسية. يجب أن نعيد النظر في هذه المسألة بأي شكل من الأشكال. المشكلة أيضا من أساسيات حل هذه المشكلة دور المدرس، دور المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، المعلم الذي أصبح يلهث وراء لقمة العيش. أين دور وزارة التربية والتعليم؟ لماذا لا يقوم الوزير برعاية هؤلاء المدرسين والاهتمام بهم؟ في الخارج يهتمون بالمعلم ويولونه اهتماما كبيرا. في أول زيارة قام بها جورج بوش الابن، قام بزيارة بمدرسة ابتدائية. أرأيتم كم هذا الاهتمام بالتعليم الأساسي؟ إنهم يهتمون بالتعليم الأساسي ويحاولون أن يزرعوا الأخلاقيات والقيم في المجتمع، رغم أنهم وصلوا إلى حالة من التردي الأخلاقي. فأحد رؤساء أمريكا يقول بأنه من بين 7 متقدمين للتجنيد لا يصلح إلا 6، وهذا ناقوس خطر. هذا لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى حالة من التردي الأخلاقي، ونحن نقلنا عنهم
بشكل أعمى، بشكل لا يدل على أننا نتمسك بعقائدنا ونتمسك بتراثنا. أين جانب الثقافة الغائب في الأسر؟ أين جانب العلم الذي ألقيناه وراء ظهورنا؟ أين أمور كثيرة من الممكن أن تعيد التوازن في حياتنا؟ أخيرا وليس آخرا، أرجو أن يكون صوتي قد وصل إلى المسؤولين، وأن ناقوس الخطر يدق بابه على المصريين. أرجو أن تتخذوا خطوة حاسمة في هذا الشأن إعلاما ودولة ومؤسسات. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.